أهلا وسهلا بكم متتبعي الكرام. بالنسبة لوصفة اليوم إن شاء الله فهي وصفة أساسية في مجال الباتيسري أو الحلويات، وهي كريمة الزبدة، لا كريم او بور بالفرنسية. بالنسبة لكريم الزبدة فهي تعد من أكثر الكريمات استعمالا لحشو الكيك وكذلك أو لكب كيك أو للتزيين وكذا لتغليف الكيك وغيرها من الاستعمالات. بالنسبة كذلك للكريم او بور أو كريمة الزبدة فلها عدة طرق في تحضيرها، أي ممكن أن تعتمد على مورينغ إيطالية أو مورينغ فرنسية أو مورينغ سويسرية، أو تعتمد على كريم إنجليزية أو بدون بيض، وتكون كذلك كريمة الزبدة تسمى كريمة الزبدة سهلة التحضير. بالنسبة لوصفة اليوم إن شاء الله فأنا سأعتمد كريمة الزبدة بالمورينغ الإيطالية، وهي كالتالي: سنقوم أولا بتحضير سيرو مكون سيروب أو شراب مكون من السكر والماء. سنقوم بغليه على درجة حرارة 120 درجة سيلسيوس، وفي نفس الوقت سنقوم بخفق أبيض البيض، ثم بعدها سنقوم بإضافة السيرو إلى أبيض البيض المخفوق، ثم وأخيرا سنقوم بإضافة الزبدة. بالنسبة للمقادير سنحتاج إلى 50 غرام من الماء أو 50 مليلتر من الماء. سنحتاج كذلك إلى 120 غرام سكر. سنحتاج كذلك إلى 50 غرام أبيض بيض على درجة حرارة المطبخ أولا، ثم لا تكون به ولو نقطة صغيرة من أصفر البيض. سنحتاج كذلك إلى 180 غرام زبدة على أن تكون على درجة حرارة المطبخ. إذن سنبدأ على بركة الله. في كاسرونة سأضع الماء ثم السكر وفي إناء الخفاق سنضع أبيض البيض. سنضع الكاسرونة على نار متوسطة، وفي هذه الأثناء سأقوم بخفق البيض على سرعة متوسطة، ثم نترك السيرو إلى أن يصل إلى درجة حرارة 120 درجة سيلسيوس. بعدها سنضيفه إلى أبيض البيض. هنا أصبحت درجة الحرارة 120 كما تلاحظون. كذلك تلاحظون أن أبيض البيض ما زال في مرحلة أولية من الخفق. الآن سنقوم بإضافة السيروب على أن نقوم بخفض سرعة الخفاق. دائما إضافة السيروب على جانب الإناء، ثم بعدها سنقوم برفع الخفاق إلى أعلى سرعة. وعندما يصبح الإناء دافئ سنبدأ بإضافة الزبدة. أي ضروري أن المورينغ يجب أن تكون دافئة لا باردة، وإلا الزبدة لن تنسجم مع المورينغ الإيطالية، ولن تكون المورينغ ساخنة جدا وإلا الزبدة سوف تذوب.
هنا أصبحت المورينغ دافئة. سأبدأ بإضافة الزبدة قطع قطع. وضروري من الاحترام على أن تكون درجة حرارة المورينغ ودرجة حرارة الزبدة متناسبتان، أي في نفس درجة الحرارة، وإلا سنحصل على كريمة خفيفة أو سائلة، وإما سنحصل على كريمة بها حبيبات من الزبدة. وفي هذا الحالة إذا وقع معكم هذا الإشكال ما عليكم إلا بتسخين أسفل الإناء على حمام مارية فقط إلى أن يصبح دافئ مدة دقيقتان. بعدها نقوم بخفق الكل وسيعود الخليط إلى حالته الأولى. هنا أصبحت الكريمة تقريبا تبدأ في التماسك. هنا انتهيت من إضافة الزبدة. ستلاحظون قوام كريمة الزبدة بدأت في التماسك وكذلك متجانسة. وهي كريمة الزبدة، تلاحظون إلى قوام الكريمة وهي متجانسة. كذلك بالنسبة لكريمة الزبدة فلكم اختيار إضافة نكهات، كذلك ممكن إضافة البخالين، ولكم حسب الاختيار. كذلك بالنسبة للوصفة فهي وصفة للشيف الباروك. بالنسبة للتزيين بكريمة الزبدة من الأفضل دائما استعمالها مباشرة بعد تحضيرها. كما ترون كذلك ممكن استعمالها للكتابة. فقط شرط واحد على أن تكون اليدان باردتان، أو ممكن غسل اليدين بالماء البارد، لأن حرارة اليدان تؤثر على كريمة الزبدة عند الضغط عليها وتبدأ بالذوبان. وكذلك لعمل ورود. لاحظوا فهذه هي استعمالات كريمة الزبدة بالمورينغ إيطالية.
للتزيين أو للكتابة أو لحشو الكيك وتغليفها. أتمنى أن تنال وصفة اليوم إعجابكم، ودمتم في رعاية الله.